السلام عليكم. وصفتنا النهاردة عن الفطير الشرقي الحلو الحادق من غير ولا عجن ولا خبز. هتاكلوا أحلى وأطعم وأسرع فطير. واللي أول مرة يشوفني، أنا اسمي مروة، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة، في حلة على النار حطيت نص كوباية من الزبدة، وهحط عليهم نص كوباية من السمنة البلدي أو السمنة النباتي اللي متوفر عندكم. ممكن تحطوا كوباية كاملة من السمنة أو كوباية كاملة من الزبدة، أو نص كوباية من السمنة عليهم نص كوباية من الزيت المتوفر عندكم استخدموه. اول لما يبتدوا يسيحوا مع بعض هنزل عليهم بنص كوبايه من القشطه البلدي او القشطه المعلبه المتوفر عندكم استخدموه برضو، وهسيبهم على نار هاديه لحد لما القشطه تسيح مع الزبده والسمنه. واول ما يسيحوا هضيف عليهم كوبايه من الزبادي، وهطفي النار وهقلب بقى الزبادي كويس كده بالمضرب مع بقيه المكونات اللي انا حطيتها، وهسيبهم يهدوا شويه. ولما يهدوا شويه هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه صغيره من الملح. انا سبتهم يهدوا شويه لان البيكنج باودر بتبقى فيه ماده الرفع دي، فانا مش عايزاها انها تروح كلها في السخونيه دلوقتي. انا عايزاها تستغل يعني ماده الرفع دي لما آه، اجي اسوي الفطير بتاعي على النار بعد كده، لان ماده الرفع اللي بتبقى في البيكنج باودر دي بتروح مع السخونيه، فانا مش عايزاها تروح دلوقتي كلها مع السخونه دي. انا عايزاها استفيد بيها لما اجي اسوي الفطير بتاعي. عندي نص كيلو من الجلاش او لفه من الجلاش، هاخدهم بقى ورقه ورقه، واهم حاجه طبعا انا اكون مغطيه الباقي بفوطه عشان الجلاش بتاعي ما ينشفش عبال ما اخلص كل الكميه. هاخد ورقه ورقه وادهنه بقى بصوص التشريبه الخطير بتاعي ده. ده اهم حاجه عشان طبعا بيورق كده معايا الورقه وبيخليها طعمها لذيذ. اول حاجه ده اللي هعمله حلو بعد كده، فمش هحشيه حاجه، هدهنه بس واتني الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هجيب ناحية يمين وناحية شمال وهدهنه برضو تاني، وبعد كده برضو هتني الناحيتين، هتني حتة كده والحتة التانية عليها، هتلزق طبعا في بعضها علشان الدهان اللي انا دهناه او صوص التشريبة بتاعي ده اللي انا هعمله بعد كده سادة. السادة ده باجي في الاخر خالص وبحط عليه شوية لبن دافيين وسكر بودر، بيبقى احلى فطير حلو. المحشي بقى اللي هو بالجبن، هستخدم ورقة وطولت كده، يعني جبت ورقة وقسمتها كده على 3، وبرضو دهنت الورقتين برضو فوق بعض، وهحط الحشوة بتاعتي بسطرمة على شوية جبنة شيدر على شوية جبنة موتزاريلا، اي جبن متوفرة عندك او اي حشوة انت حباها، وهتنيهم برضو وهقفلها بنفس الطريقة وهدهنها، وهجيب الناحية اليمين على الناحية الشمال وهقفلها بنفس الطريقة برضو. ممكن تستخدموا في الحشوة لحمة مفرومة، فراخ عندكم مثلا كانت مسلوقة، اي حشوة متوفرة عندكم استخدموها، او اي حشوة انتوا حابينها. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي، وبعد كده هنروح بقى نسويه في طاسة على النار حطيت فيها معلقة من الزيت او معلقة من السمنة، وهبتدي بقى ان انا اسويها كده على الناحيتين، ما بتاخدش وقت خالص، على نار هادية. واول لما ياخد اللون الذهبي اللذيذ ده نقلبه على الناحيه التانية، وشايفين كده البيكنج باودر بيخليه يرفع كده ويستوي حلو من جوه. كمان كنا ممكن نسويه في الفرن على درجه حراره 180، واللي هو محشي جبنه كنا ممكن كمان نحط له يعني نخلي وشه كده وش بيتزا، نحط له جبن وزيتون وفلفل وهو في الفرن برضو بيبقى طعمه لذيذ قوي. قد ايه طالع طعمه جميل ومورق كده من جوه وهش. ممكن زي ما قلنا نحشيه اي حشوه. كمان الحلو بقى حطيت عليه لبن دافي وسكر بودر. اتمنى تجربوه، وبالهنا والشفا، وما تنسوش اللايك.